قوم 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 اقف، شد حيلك. عايزك تاخد حمام، تفوق، تنزل تشوف شغلك، تذاكر، تنجح، تبني ملاعب وبيوت وجوامع وكنايس. مصر مش محتاجة دموع، محتاجة ايدين وعقول. أنا آسف يا خالي، آسف. يعز علينا سيادتك يا فندم تسيب الكرسي ده وتسيبنا. كل الكراسي زايلة، اللي باقي بس هو اللي نفعت بيه الناس. سيادتك أستاذنا أفضلك على الجميع، من أصغر واحد لأكبر واحد. كلكم ولادي، واللحظة دي كانت جاية. المهم تفضل مرفوع الراس ومرتاح الضمير وانت سايب مكانك. يا ريت سيادتك يا فندم تفكر تراجع قرارك ده، البلد فعلا محتاجاك. كل وقت وله رجالته، وكل سياسة ليها من ينفذها. شوفوا وشكم بخير. يعني ايه يستقيل؟ هو حر. لا طبعا مش حر. اما انت غريب صحيح. ايه اللي انت بتقوله ده يا اكرم؟ اللي بقوله ان في ناس كتير قوي مصيرهم مرتبط بمصيره. انت بتتكلم عن نفسك. لا بتكلم عنك انت. انا؟ وايه اللي دخل بابا في شغل؟ انت ناسيه انك انت هتاخدي ماجستير عشان اسم ابوكي وبس. انا ما اسمحلكش انك تقول لي كده. ولا تسمحي، كلام دلوقتي مش هيفيد. كلاب السكك كلها هتعض فينا واحد ورا التاني. ايه ده؟ احنا في غابه. اسخن. المنصب والوظيفه هما اللي بيخلوا الناس تجري وراكي وتتمنى رضاكي، وفي نفس الوقت بتخلق 100 واحد يكرهوكي ويتمنوا انهم ياخدوا مكانك. على العموم انت شاطر في البيزنس وتقدر تكسب منه اكتر ما بتكسب من الوظيفه. انت عايشه فين؟ في المدينه الفاضله. يا ريت. فهميني كويس، المنصب هو اللي بيجيب البيزنس. اثبتي يا فاطمه عشان اعرف احط الروش كويس. ما انا قاعده متحنطه من الصبح عامله زي عمود السواري لما خشيت. يا اختي على دلع العرايس. مريم هاتي لي قلم الكحل. حاضر. ربنا يخليكي يا مريومه واشوفك عروسه وازوقك بايدي ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. وريني بقى كده. بس اوعي عيني تدمع لحسن انا شرفت الدنيا. لا مش هتدمع بس اثبتي. لو سمحتي يا مريم افتحي الباب احسن يكون زين. افتحي يا مريم. امال عليا فين؟ حبكت دلوقتي تروح تجيب جاتوه هي وجوزها. طبعا يا حبيبتي مش فرحانين بيكي يا اختي. العريس جه قبل فاطمه ومعاه ابوه. لا ده مش ابوه، ده عمه، اصل هو يا حرام يتيم. يا حبيبتي يا اختي على الحنيه. من فضلك يا مريم ممكن تدخليهم اوضه الصالون؟ ما انا دخلتهم ولا سيبهم واقفين على الباب يعني. ما شاء الله عقلك ناوي. طب نسيت انسى الاكسسوارات. ثانيه واحده. والتانيه. اهلا، ازيك يا مريم؟ اتاخرت ليه يا محمود بيه؟ اوه بيه كده مره واحده؟ وباشا كمان. امال فاطمه فين؟ فاطمه جوه مع ماما في اوضتها بتعمل مكياج، والعريس جوه مع عمه. خش لهم. لا دخليني الاول عند فاطمه. بالك هي كده يا كده. السلام عليكم. اهلا يا محمود بيه. طب ثانيه واحده بس اسلم على ابيه. ازيك يا ابيه؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ايه ده؟ امال هتعملي ايه يوم الفرح يا طمطم؟ يجعل ايامكم كلها افراح. مريومه اعملي بقى حاجه للضيوف على ما ابيه يروح. لا انا هروح له وانت تبقي تحصليني. ها بقول لحضرتك ايه؟ اموري لو سمحت يعني بالراحه عليه بس عشان هو طيب قوي والله ولسه ما دخلش دنيا يعني. حاضر حاضر يا حبيبتي حاضر. اهلا اهلا وسهلا خطوه عزيزه. اهلا محمود بيه، زين العابدين فؤاد. نورت يا استاذ زين. عمي حضرتك عارفه طبعا. اهلا باعز الحبايب.
ست الناس وجيت ليه؟ مين اللي مع عريسك ده؟ ده عمه، حتى بيقول يعرف حضرتك. ده ندل وخسيس، ولا يمكن احط ايدي في ايده ابدا. يعني ايه؟ ده خاين وبعني لاعدائي، لا يمكن يخش بيتي ولا يناسبني. طب وزين ذنبه ايه؟ ما هو يا جماعه يا جماعه استهدوا بالله، كل مشكله وليها حل. انا ماشي. يا محمود بيه استنى استنى، ما يصحش. هو في ايه؟ ماله محمود بيه واخد في وشه كده؟ يا زين اسمعني بس. اسمع ايه يا فاطمه؟ بعد ما اتهزقت وظهرت قدام عمك كأن عيل لا رحت ولا جيت. ما هي المشكله بقى بصراحه في عمك، ممكن تيجي من غيره. مش هيحصل يا فاطمه. انت ما تعرفش اللي بينهم وبين بعض ايه. هيكون ايه يعني؟ مشاكل بتحصل في اي حته. ده ما يدلوش الحق انه يسيب ايد الراجل ممدوده ويهزقه وهو في بيته. لا يا زين، الحكايه مش مشاكل. الحكايه ان عمك باع اخويا لحسين الدهشان وطلع كل اسرار الشركه بره. اخوك يقول لك كده بقى، هو حر. عمي بقى بيقول كلام تاني، بيقول ان اخوك رماه رميه الكلاب في الشارع بعد ما خدمه خدمه العمر، وفي الاخر حتى ما ادالوش مكافاه. انا اخويا عمره ما يكذب ابدا. يا سلام، ليه؟ نبي ولا ملاك نازل من السما؟ ولا عشان غني يبيع ويشتري في الناس؟ انا مقدره اللي انت فيه، عشان كده مش هزعل منك، بس صدقني يا زين انا ماليش ذنب. مش هاجي من غير عم يا فاطمه، واخوك لازم يعتذر له. انا اعتذر لمسعد؟ ده يبقى نهايه العالم. انا مش عشان مسعد، انا عشان زين. زين مين وبتاع مين؟ زين ايه ده؟ هو مش عارف انت مين؟ ولا اخوك يبقى مين ولا هيناسب مين؟ ده يبوس ايديه وش وضهر. انا لولا انك مصر عليه انا ما كنتش وافقت ابدا. اللي زي زين ده يقعد شهر عشان يعرف يقابلني. ما هو مش جاي يتوظف عند حضرتك، ده جاي يناسبك. ما عشان كده لازم يعرف حدوده من الاول كويس قوي. عمه ده كان هيوديني السجن يا فاطمه. انا مش فاهم ازاي ترضي لاخوكي انه يحط ايده في ايد واحد زي عمك. يعني مفيش فايده. يا ست افهميني ارجوك، الله يخليكي. انا مش ضد زين، ولا انك تحبي، ولا انك تختاري اللي انت عايزاه واقف جنبك، بس حطي نفسك مكاني. الراجل ده تاريخه اسود معايا. عموما عشان خاطرك انت يبقى خلي زين يفوت عليا في الشركه لوحده، وانا هعرف اتفاهم معاه. ما هو مش راضي. خلاص بقى هو حر. انت رايحه فين يا بنت؟ اجي اوصلك. متشكره قوي، هروح لوحدي. احسن برضه عشان تعرفي تفكري بهدوء في الكلام اللي قلته لك. فاطمه، ازيك يا فاطمه؟ وحشاني. ايه مالها فاطمه؟ بعدين احكي لك. والله انت سايب المكتب ليه؟ عندي ليك خبر مش كويس يا محمود. يا ساتر يا رب، خير؟ المحامي كلمني من امريكا وخسرنا قضيه الضرايب. ها؟ انا قفلت علينا. قاعدين انا بقول يعني يا بابا، بعد اذن حضرتك طبعا، ما يجي ويقابل حضرتك. ابو اخوكي محمود. يا بابا اخويا راكب دماغه، وبعدين حضرتك اللي ابويا مش هو. برضو اخوك الكبير. طب ما انا عايزه افهم، اخويا الكبير يعني يتحكم في مصيري مثلا؟ لا برضو، بس يعني مفيش حاجه تتعمل الا برضاه برضو. ورضايا انا مش مهم. الزمن يا فاطمه يا بنتي بيحل كل حاجه. زمن؟ وانا لسه هستنى الزمن؟ يا بابا حضرتك عارف انا عندي كام سنه دلوقتي؟ هو زين راجع من الجيش امتى؟ حلاني بقى، اجازته لسه بعد شهر. قبل ما يجي يا بنتي انا هقعد مع